مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل كشري، احلى طبق كشري تعمليه في البيت باقل الاسعار واقل التكاليف. يلا معانا نبتدي. احنا دلوقتي هنعمل الكشري كله في حله واحده بس. حله واحده هتعمل كل حاجه. ادي الحله بتاعتي، حط فيها زيت كتير عشان الزيت ده هو اللي هعمل بيه كل حاجه. دي اول حاجه الزيت. استنى بس عقبال ما يقدح شويه وهنزل عليه بالبصل علشان احضره. بقى البصل مقشراه ومقطعاه جوانح حتت صغيره علشان اعمل تقليه بتاعه البصل. في ناس بتحبه بتقليه وفي ناس بتحبه من غير كده. الزيت سخن، احط كده واقلب بقى واستنى عليه لغايه لما يتحمر. عملت حبه صغيرين بصل علشان انا وجوزي بس اللي بنحب البصل، ولادي مش بيحبوه، فكده نرضي جميع الاطراف. افضل اقلب فيه لغايه لما يحمر. دخل البصل كده على السوا، شايفينه احمر اهو، بس انا استنى عليه كمان شويه كده بقى اهو احمر معانا. هشيله بقى. لسه شويه صغيرين. هاخد منه شويه علشان اعمل شطه الزيت. هاخد منه شويه هنا اهو واكمل. بنفس الزيت ده هحط الشعريه، انزل بالشعريه تحمر. كده الشعريه اتحمرت معانا زي ما انتوا شايفين شكلها كده. بصوا اهي واضحه. هروح بقى حط عليها الرز والعدس الاصفر والعدس ابو جبه. انا محضره العدس ابو جبه نقعاه من بالليل علشان هو بيبقى محتاج حته كده شويه، فانا نقعاه هحطه نقعاه في ميه، يا اما تاخديه نص سلقه يا اما تنقعيه في ميه. ومعايا الرز والعدس نقلب بقى كله في حله واحده. نكون مسخنين ميه علشان نزود بيها الرز بقى علشان يستوي. كده كله احنا حطينا في حله واحده بنفس الزيت اللي حمرنا فيه الاول. كده انا حطيت على الرز حمرنا الشعريه وحطينا الرز والعدس الاصفر والعدس ابو جبه كله مع بعض في حله واحده، وحطيت الميه بتاعتهم اللي هيستووا فيها
انا مش بعرف بقى اقول لكم ايه على ايه، عشان انا بعمل بالبركه، مجرد بس ان ايه، بصوا يعني الرز يكون مستغطي كده، هو كده خلاص. هملح بس بشويه ملح ويبقى كده خلاص احنا خلصنا كله في حله واحده. مجهزه بقى معايا حله تانية علشان هسلق مكرونه، بس هو ده بس اللي يتعمل في حله تانية. لكن خلاص كده انا خلصت كل الكشري في حله واحده. هدوق بقى الملح بتاعها كده اشوفه. حلوه جدا. دلوقتي بقى هغطي الحله واستناه يغلي، وبعدين نبقى نوطي عليه عشان يستوي براحته. بس بعد الغليان عقبال ما يغلي انا حضرت حله هنا فيها ميه، بصوا علشان هسلق فيها المكرونه. هودي ده على العين اللي ورا علشان يغلي، وهجهز انا حاجه تانية عقبال ما الكشري يغلي. دي الحله بتاعت المكرونه، احط فيها ملح، نستنى عقبال ما تغلي وننزل المكرونه تتسلق. اي مكرونه تحبوها، عايزين مكرونه طويله سباكيتي، عايزين مكرونه صغيره، اللي بتحبوه واولادكم بيحبوه حطوه. كده حطينا المكرونه، هديها تقليبه واسيبها بقى تستوي. نبص بقى على الكشري حصل فيه ايه. بصوا الكشري بعد ما اتشرب انا هوطي عليه واسيبه يستوي براحته. الصلصه معانا، الصلصه كده معانا جهزت، هحيقها بقى بملح وفلفل وبس، وتبقى كده خلصانه معانا. دي الملح، وادي الفلفل. مش هعملها حراقه عشان الناس اللي مش بيحبوا شطه، هنعمل شطه لوحدها. كده كده الطماطم بقت جاهزه، الصلصه خلاص هنشيلها، واروح بقى اشوف المكرونه كده حصل فيها ايه. مكرونه برضو داخله على السوا خلاص، هصفيها. دي بس الوحيده اللي ايه اللي بره الحله بتاعتنا. كده كله تمام. اطفي بقى هنا واطفي على المكرونه واجهز للشطه بتاعه الزيت وارجع لكم تاني. دلوقتي انا بقى اخر حاجه هعملها صلصه شطه الزيت. ادي الزيت عندنا اهو، حطيته على النار وقطعت طماطمايه حتت صغننه كده، اوطي عليها اهو، واروح حاطه عليها الشطه. بعمل الطماطمايه دي ليه؟ علشان بس تبرد لي شويه من الشطه اهو. الطماطمايه دي بتبرد سنه كده شويه، تبقى هي دي معانا اخر حاجه. كده خلصنا كله. ادي صلصه الزيت، شطه الزيت. طبعا مش هدوقها، دي نار اهي. وكده يبقى خلصنا كل المكونات، ما كملناش 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط خلصت اكله حلوه كل الناس بتحبها واطفالنا بتحبها. بدل ما تجيبيها من بره تعمليها في البيت،
بقلل التكاليف، لان طبعا انتوا عارفين طبق الكشري دلوقتي وصل لايه، صغير يعني حوالي 25 جنيه. عشان اسره تاكل 4 افراد مثلا هتبقى ب100 وتبقى برضو جعانه، ده لو طبق صغير، ما بالكوا بقى بالطبق الكبير. دلوقتي عملنا احلى كشري باقل حاجه، في 10 دقايق خلصوا وما احتاجناش اي مجهود، وبالهنا والشفا. هغرف طبق وناكل مع بعض. بعد ما خلصنا الكشري غرفت لكم طبق، يلا بقى تعالوا كلوا معايا بالهنا والشفا. ادوق، حاطه المكرونه من تحت وحاطه الرز فوقيه، وادي الصلصه، وادي البصلايه. نسيت اعمل الدقه، بعملوها انتوا. ادوق بقى واقول لكم على الحلاوه. بالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب ودعموني في القناه، وتصبحوا على خير. باي باي.